السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا أحباب الله، لو عاوزين ربنا يرحمكم في حاجة جميلة جدا نتكلم فيها مع بعض. لو عاوز ربنا يرحمك وانت مارر في الطريق، لقيت حد معهش لا تجيله، لقيت أي مساعدة تقدر تقدمها لحد اقدمها. انت شغال في مكان أيا ما، مكان حكومي مكان خاص بتاعك، حاول تخدم غيرك. حاول تخدم مثلا وانت جاي من صلاة، وانت طالع من صلاة الفجر، لقيت أي كولمان، أي كولدير، أي زير، أي وسيلة مية في الشارع، امسك الكوباية واملاها وسيبها، لعل وعسى العصافير تشرب منها. انت ببيتك قدام بيتك سيب مثلا حاجة كده املى فيها مية، لعل وعسى كلب أعزكم الله يشرب. فدعي كل ده تؤجر على ذلك. متنساش قول النبي صلى الله عليه وسلم ان قال لك الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال لك في حديث اخر ارحموا ترحموا، وقال لك في حديث اخر برضه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والحديث ده احب اوضح لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خصش حاجه بذاتها، لا، ارحموا اجمالي مجمع يعني زي ما بيقولوا. فبالله عليك انت في اي مكان شغال فيه سهم لله، طلع لله، ما تبخلش، اللي عند الله ما بيروحش، ما عندكم ينفد وما عند الله بقى. فبالله عليكم ربنا قال لك ايه؟ انهم كانوا يدعوننا رغبة ورهبة، وفي ايه تاني؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. سارع في الخيرات، وده ربنا ان يرحمك بسبب، وده ربنا ان يتقبل منك. كنت من كم يوم بصلي الفجر وانا طالع فبملك كوباية مية، فالمهم واحد جابني قال لي ده انت فاطر؟ قلت له لا. قال لي امال بتعمل ايه؟ قلت له انا بملى المية دي لعل وعسى طائر من الطيور يشرب منها، فهذه طبعا انا رحيم بهذا الطائر، فكذلك والله المثل الاعلى. مين الرحيم، انا ولا ربنا؟ ربنا طبعا. فربنا اولى بهذه الصفه. لعل وعسى انت نظرت لهذا الطائر ده بنظرة رحمة، لعل وعسى ربنا ينظر لك نظرة رحمة فلا تشقى معها ابدا دنيا واخره. واتمنى نشر الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.